الف مبروك يا سيدي، كلموك وقالوا لك اتقبلت في اول انترفيو وعندك سكند يوم الاحد. ما تتوترش بقى واهدى وتعالى اقول لك على الفرق ما بين فيرست والسكند انترفيو. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. شوف يا سيدي، معنى انهم كلموك عشان سكند انترفيو انك قربت تبدا خطوه جديده بمرحله جديده وناس جديده وخبره جديده. عشان كده لازم تبقى عارف الفرق ما بين الفيرست والسكند انترفيو. المقابله الاولى بيبقى الغرض منها انهم يشوفوا كل المتقدمين للبوزيشن ده، وده نوع الاسئله فيه بتكون جينيريك شويه، ودي اللي بيعرف منها الريكروتر شويه معلومات عنك، تعليمك، خبرتك، التولز اللي بتشتغل عليها لو شغلك محتاج، ودي اللي بنسميها مرحله الفلتره. عديت يا باشا منها سكند انترفيو على طول. الغرض منه بقى ايه السكند انترفيو؟ عايزك تركز بقى معايا والنبي، ده بقى بيكون بشكل شخصي اكتر، وفي الغالب وقته بيكون اطول من الفيرست انترفيو، وحتى شكل الاسئله فيه بيختلف، واللي بيكون الهدف الاساسي منه معرفه مستوى خبرتك وشخصيتك، واللي بيعملها غالبا ممكن يكون مديرك المستقبلي. وغالبا الانترفيور هيبقى مركز معاك وبيحلل كل حاجه بتقولها وما بتقولهاش، وبيركز فيك كلك على بعضك كده، ويشوف هل هتبقى مناسب لبيئه العمل والتيم اللي انت داخل عليه ولا لا. وبس يا سيدي، ما تنساش بقى تكتب لي في الكومنتس لو كنت في سكند انترفيو قريب قعدت قد ايه وحصل ايه معاك، ولو لسه مخلص فيرست انترفيو وكلموك عشان السكند ومش عارف تعمل ايه، استنى الفيديو اللي جاي. فما تنساش بقى الفولو واللايك والحركات اياها.